نيجي مثلا للاعلانات اللي بشوفها على النت، تلاقي كاتبين ايه؟ عايزين فنيين كفاءة، بيئة عمل عالمية، بدل انتقالات، تأمينات اجتماعية، رواتب مجزية، ورز وملوخية. وتيجي تكلمهم في التليفون عشان تسأل عن المرتب، يرد عليك الاتش ار بكل حنية: لا له حسب الكفاءة والخبرة. حسب الخبرة. الكلمة دي يا عزيزي هي الثقب الأسود بتاع إعلانات الوظائف عموما. كلمة بتبلع أي أرقام وأي تفاصيل، وبتسيبك عايم في الفضاء الخارجي، لا عارف راسك من رجليك. تروح المقابلة أو الانترفيو تكتشف في الآخر إن الخبرة بتاعتك عند صاحب الشغل يومية لا تتعدى يومية عيل لسه بيتعلم الصنعة. تكتشف إنك وقعت في فخ اسمه فخ الخبرة. عشان كده احنا محتاجين نحلل الظاهرة دي. ليه الشركات اللي مش ولا بد تستخدم الأسلوب ده؟ أولا نظرية اصطاد الزبون وبعدين فاصل، وده أسلوب تجاري قديم جدا بس للأسف لسه شغال. الشركة مش عايزة تديك رقم عشان ما تطفش، هي عايزاك تروح تضيع وقت ومواصلات ومجهود فتبقى في حالة ضعف تفاوضي. فلما يعرض عليك مرتب تعبان انت لا اراديا بتوافق عشان خسارة المجهود اللي انت بذلته. وده في علم النفس اسمه فخ التكلفة الغارقة، او بالبلدي اسمها الزحلقة. تاني حاجة المسمى الوظيفي. تبقى رايح مثلا وليكن تشتغل فني صيانة، هناك تكتشف ان الصيانة دي شاملة كل حاجة، شاملة مكان المصنع، شاملة تكييف المدير، سباكة الحمام، ولو لمبة السلم اتحرقت انت المسؤول ادبيا واخلاقيا وقانونيا. زكريا الدرديري مدرس رياضيات وفرنساوي، عبال ما يجيبوا مدرس فرنساوي. ده مش شغل يا صديقي، ده تعدد الزوجات المهني. تيجي تسألهم عن التأمينات يقول لك يا باشمهندس عيب، احنا عيلة واحدة، اللي بنتعب بنشيلوه. في النهاية يا صاحبي حبيت بس اقول لك ان سوق العمل مش رحلة استكشافية او بركاوي كده، لا انت لازم تعرف انت ليك كذا وعليك كذا. لازم التقدير والوضوح، زي ما هتدي كفاءة زي ما هتاخد.